السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس؟ هانين؟ كنتمنى تكونوا لاباس وفي احسن حال. اليوم جيت نشارك معكم غديوتي اللي درت فيها السردين معمر. صراحه كيجي لذيذ. سردين ورقه، فلفله مشويه والفريت صافي. ودرت خيار خيار والخبز. خيار مقطع، خبيز الدار. باش ديروا السردين يجيكم بحال هكا بحال المقلي، يجيكم بحالي لذيذ بنين. تبعوني وتبعوا الطريقه اللي غندير كالتالي. يلا نبداو على بركه الله. اول حاجه خديت السردين ديالنا كيف ما كتشوفوا هو هذا. راني نقيته مزيان وغسلته حيت له السلسول. ولهاد السردين ان شاء الله معمر غادي نرافقو بالفلفله مشويه. هاي خديت الفلفله دابا غادي نحيدها من البلاستيكه وغادي نديرها في الفران. هي اول حاجه غادي تشوى. من بعد غادي ناخذ البطاطس غادي نقليها ان شاء الله للوليدات. صافي دابا كندير لا كفاني الوقت غادي ندير شي شليضه. حنا راه ديجا عجنت الخبز ديالنا كيف ما كتشوفوا خليته يخمر. مهم الا كفاني الوقت غادي ندير سلطه. ما كفانيش الوقت بركه غير الفريت والفلفله مشويه والحوت في الفران الله يجعل البركه على حسب الوقت. راكم عارفين اللي عندها الطربيه هي هذه، اللي عندها الطربيه هي هذه. قال لكم المربيه مغلوبه واخا تكون غوله، هذا مكان. يلا ما تزابيوش، بقاو معايا لنا عوده. المهم قبل ما نبدا في الحشوه ديال الحوت ديالنا، خديت البطاطس قطعتها كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل طولي باش غنديروها دي فريت. و لاستيوس اللي كندير انا باش كتجيني زوينه مقرمشه وما كتشربش ليا الزيت، كندير الماء والخل. ديما كناخذ لو ندير فيه الماء وكندير مع قطرات ديال الخل، عاد كنبدا ندير فيه الطاط وكنخليه مرقاد واحد ربع ساعه نص ساعه، المهم على حساب نتوما والوقت ديالكم. بعد الخطرات اللي ما كانش عندي الوقت راه كندير هاد العمليه 5 دقائق صافي وكنبدا نقلي. يعني دابا انا غنخليها واحد نص ساعه، من بعد عاد نبدا نقلي فيها ان شاء الله. يلا بقاو معايا ما تزابوش. دابا غنمشيو نوجدوا الحشوه ديال السردين معمر. وانا ديالي انا وبناتي غنخليهم ورقه. هو السردين معمر ما عنديش معاه بزاف، هو كيجي بنين ولذيذ ولكن ما نفوتش فيه وحده، اكثرين كنبغي ورقه. المهم دابا غادي نشرمل السردين ديالنا. لهاد الشرموله غادي نحتاجو هنا قزبر ومعدنوس. هنا اللي قامه غادي ناخذوا القزبر كارم، كمون، تحماره، خرق ومعرق. وهنا البزار ما كنكثرش البزار غير شويه باش ما يجيش حار. وهنا خديت 4 ديال الفصوص الثوم حكيتهم صافي. ومليحه ضروري من الملحه. وهنا خديت بصله صغيره حمراء شلطتها مزيان. دابا غادي نخلطوا هاد العناصر مع شويه زويته العود وزويته المائده ونشرملوا السردين ديالنا. هذا مكان. بقاو معايا. دابا غادي نجيبوا واحد لوبول. هاد لوبول هذا غادي ناخذوا فيه نديروا زويته العود مع زيت المائده. ها نتوما كيف ما كتشوفوا راني خديت زيت المائده مع زيت العود. دابا غادي نضيفوا هاد القوام ديالنا كامل. من بعد ما درت كلشي نخلطوا هادشي مزيان باش نشرملوا الحوت ديالنا. صراحه هاد الحشوه كتجي بنينه، مع جربوها ردوا عليا الخبار. مع فيها ديك البصله محكوكه كتعطي واحد البنه هائله. سمعتوني كنتقطع ليا الخط مع البصله المحكوكه، صراحه كتجي بنه زوينه هائله. صافي من بعد ما شرملنا هادشي غنمشيو ناخذ السردينات. السردين نشرملهم. نسيت هنا الفلفله راه شويتها في الفران. انا درتها دابا في هاد البلاستيكه باش تعرق. ابخي غادي نقشرها ونوجدها. دابا ملي غناخذ السردين ديالنا غادي نشرملو بالقامه. غادي ندوزو هنايا في القمح. راه درت فيه شويه المليحه غير شويه متكتروش حتى جا القوام فيه الملحه. دونك هنا ديروا غير شي شويه صافي. نمرمدو هنا وغادي نحطو هنا في هاد الطبيصين بما وجدت الصينيه فين غادي نحطو. هانتوما كما شفتوا هو عمرته مرميتو هنا في الدقيق على هاد الشكل هذا. صراحه كيجي بنين لذيذ ولكن انا ما عنديش، الاذواق تختلف. صافي هذا ما بقى غادي نديرو هكا ورقه. غادي ندوزو في هاد القمح
ومن بعد نديرو في لاطه ندهن بسويته. هذا ما كاين. وهنا راه خديت هذه البطاطا ديالنا درتها تسقطر، غادي نبدا نقلي فيها ان شاء الله. وهذا غادي ندخلو الفران، راه كيجي تحلفوا عليه حتى مقلي، تقولوا هذا والله مقلي في المقله، ولكن راه سبحان الله كيجي نيت بحال مقلي الزيت. هو راه مقلي غير في الفران. هذا ما كاين. يلا بقاو معايا ما تزابيوش. هنايا راه درت المقله تسخن ديال الزيت باش نبدا نقلي فيها. انا راه ما كانتش عندي مقله ديال الزيت حيت شحال هادي حيدت المقلي، ما المقليات مني حيدت المراره ما بقيتش كندير المقليات. داكشي علاش وليت كندير غير الفران. ولكن صبرنا صافي ورجعنا نقليو مره وراكم عارفين الوليدات كيبغيو فريت مقليه. هذا ما كان. ماما اللي جابت لي هاد المقيله عطات عليا قالت لي هكا هي باش بقيت تقلي فيها صافي. هذا ما كاين. وهنا راه درت واحد البيضه تسلق لولدي باش نديرها البيوري مع الفرomاج والحليب باش يتغدى بها. هذا ما كاين. يلا بقاو معايا بقاو ما تزابيوش. ها نتوما شوفوا الفريشه من قبيله وهي كتطيب. ها نتوما ما تحرقت ما والو وما كتجيش تهرب الزيت وكتبقى اللون عندها ذهبي. علاش هذيك الطريقه اللي كندير راه زوينه ديال نخلو الماء. ها نتوما شوفوا الفريت من بعد ما تقلات شي اللون ديالها ذهبي صراحه كتجي مقرمشه. دابا اش غندير غنزيد لها شويه المليحه صافي. هادي طريقتي صافي. شي ديك الملحه تجاز لينا مع فريت. هذا كاين كتجي لذيذه. دابا درت القليه الثانيه صافي ورميت الخبز ديالي يطيب. هذا ما كاين. من يخرج الخبز عاد غادي ندير الحوت يدخل يطيب ان شاء الله. هانتوما هي الفليفله من بعد ما وجدات شي كي كتجي صراحه رائعه زوينه ولذيذه. كتجي لذيذه صراحه. انا كليتها طاعه عجبني الفلفله بحالكم شويه دي خطيره. باقا الفريت ديالي كتحلى. الحوت مازال ما دخلتوش حتى وكان يخرج خبز من الفران. ها نتوما شو هو باقي في الفران حتى وكان يخرج عاد ندخل الحوت. المهم دابا راه طاب الخبز ديالي. دابا غادي كيف ما كشفتوا السردين ها هو درتو في لاطه. من بعد ما دهنوه بالزيت ومني تستفوه بحال هكا ديروا خويطات كيف ما كتشوفون خويطات ديال الزيت العود من الفوق صافي. عرفتوا راه كيجي بحال المقلي، كيجي تماما بحال المقلي. يلا بقاو معايا تندخل اللاطه الفران وتخرجوا شوفوا كيفاش جات. ايوا هذا هو اللي ورقه هذا ديالي انا وبناتي ما كيبغوش هذا المشرمل. ناكلوه حنا هكا ورقه كيجي بنيته ولذيذ. ها هو الحوت ديالنا على عيني وجد ان شاء الله. ها هو شوف راه بحال اللي كيتقلى في الزيت. المهم ها هو على عيني وجد. ايوا ها نتوما السردين من بعد ما خرجتو من الفران هانتوما كيفاش كيجي صراحه بنين لذيذ رائع. سميتو كيجي بحال المقلي تحلفوا عليه واش قاليه في الفران. وهذا العادي اللي ورقه راه باقي يلا خرجتو باقي صافي. وهادي الفريت ديالنا هادي الفلفله صراحه ما درتش صراحه قطعت غير الخيار ما بقاش ليا الوقت. يلا مشيت نغسل بعد بعدا نمشيو نتغداو ان شاء الله. وهي غديوها كنتمنى تقبلوا على غديوتي متواضعه. الحمد لله صراحه احسن وضع عندي انا بعدا ناقصو الزعلوك ولكن مبقاش ليا الوقت الصراحه. راك عارفين هادشي كيشد الوقت. ما غادي نعجن الخبز لما خبيزاتي جوج عجنتهم ما كفانيش الوقت. يلا طاب الخبز يلا نحموه وكنصبان لا اله الا الله محمد رسول الله. المهم لهنا كيكون الفيديو سهله ديالي. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم وكالعاده ما تنساونيش من ليجان لي كومونتير زوينين بحالكم والبارطاجيو مع لي صحابكم حبايبكم لا فامي. القناه ديالي تكبر وعائلتنا تكبر ان شاء الله. من هنا كنقول
انا معصبه ولكن كنحاول نخدم على راسي انني مابقاش نتعصب. العصب ما عندو باش كيفيد واللي دايره الله